السلام عليكم تتبعي القناه، اش اخباركم؟ صحيحه لاباس؟ كلكم على خير؟ نتمنى تكونوا باحسن الظروف يا ربي وبصحه جيده. في هذا الفيديو غنحضر معكم دي بينيي كيجيو رائعين، المقادير ديالهم بسيطه والتحضير بطبيعه الحال سهل وينجحوا معكم من اول تجربه. بسم الله. لتحضير هاد لي بينيي هنا عندي خديت الاناء ديال العجانه وضعت فيه نص كيلو ديال دقيق الحلويات، دقيق يكون من نوعيه جيده. وضفت ليه 50 غرام ديال سكر سنيده و50 غرام ديال زبده حيوانيه وجوج حبات ديال البيض، وبطبيعه الحال هكا غنضيف مليحه تقريبا شي نص معلقه تقريبا ديال الملح، وغنضيف معلقه كبيره ديال خميره العجين، نص معلقه صغيره تقريبا مع مرش صافي. وهنا ضفت هذا الكيس هذا ديال خميره العجين تقريبا كيساوي معلقه كبيره صافي. وكنجمعوها هكا بالماء كيكون دافي شويه. انا هنا غادي نجمعها بيديا باش نتحكم في القوام ديالها ونعرف شحال غنضيف ديال الماء، وعاد غادي نوضعها في العجانه باش تجدلك. هنا كنوريكم انا جمعت العجين، شفتوا كيفاش كيكون القوام ديالو صافي. ما دلكتوش لان غادي نوضعوه في العجانه ونخليه يتدلك. ها هو هنا العجين كيتدلك صافي، كنخليوه حتى كيتدلك مزيان. صافي بعد ما كندلك العجين كيكون هو هذا، كيكون هذا هو القوام ديالو، كيكون بهذا الشكل هذا. كيكون عجين رطب وفي نفس الوقت راه ما كيتلصقش. هكا كنوريكم بانه ماشي كيتلصق، ماشي خفيف بزاف وفي نفس الوقت ماشي قاصح. صافي كنغطيو على هذا العجين وكنخليوه يرتاح واحد 15 دقيقه، وعاد نوضعوا شويه الدقيق على سطح العمل، غير شي شويه ما تكثروش لانه واخا هكاك ما تيلصقش. صافي وغندلك العجين نسرحوه. انا راه ما غنخليهمش غلاض بزاف، حقاش في القلي كيتنفخوا تبارك الله وكيجيو مهويين من الداخل ورطبين. صافي غناخذ هذا الاطار هذا دائري ونقطعهم دوائر. غنستمر هكذا حتى نكمل العجين ديالي كله. انا كنوريكم هنايا كيفاش كيكون. صافي هنا بعد ما كملته كنوضعوه هكذا كنوضع واحد المنيديل هكا وكنوضعهم فيه وكنغطي عليهم وكنخليهم حتى كيخمروا مزيان. صافي هنايا بعد ما خماروا كناخذ مقلاة كنوضع فيها الزيت، كنخلي الزيت يسخن صافي، وكنوضعوا هكذا لي بيني ديالنا وكنبداو نقليوهم. هنا راه غير كيبداو كيتنفخوا بسرعه كتقلبوهم على الوجه الاخر. ها نتوما كيف ما غتشوفوا، شفتوا هما تنفخوا تبارك الله وكيتقلاو بالزربه، هما راه بالزربه الطياب ديالهم ساهل. هاد لي بيني كنتمنى تجربوهم، هاد الوصفه رائعه، يجيو زوينين مهويين من الداخل ورطيبين، ولو يبقاو عندكم حتى لثاني يوم تيبقاو رطبين زوينين. صافي غنبقى مستمره هكذا حتى نكمل الكميه اللي عندي في القلي. شفتوا دغيا كيتحمروا بالزربه. انا هنا ما سرعتش باش تشوفوا هكا، ما سرعتش هاد اللقطه باش تشوفوا القلي كيفاش كيكون ديالهم. صافي بعد ما غياخدوا هاد اللوين هذا صافي غادي نزولهم من الزيت.
صافي هكذا. وكيكون هكا في التزيين كاين واحد الجزء فندته هكا في سكر سنيده، وجزء اخر درت لا غاناش بالشوكولا بلون ولا كريم فريش، ولكن ديروا شوكولا من نوع جيد كيجي المذاق لذيذ. على قبل الوليدات زينت بهذيك الطريقه، وانتم كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تحشيوهم بالكريمه اولا تحشيوهم هكا بلا كونفيتور كيف ما بغيتوا. خليت لكم الراحه والى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.